ايه يا ولاد، في ايه يا ولاد؟ اللي احنا بقينا بنقوم من النوم نسمعه ده في ايه؟ احنا يا جماعة لما بننزل عيالنا المدارس بنقول لهم ايه؟ بلاش خناقات يا حبايبي، بلاش مشاكل مع اصحابكم يا قلبي. لو عيل طمع في سندوتش يا حبيبي اديهوله، مش مشكلة. اخوه كيس شيبسي عادي، انت وهو اقسمه عادي، مش مشكلة. اهم حاجة ما ترجعليش بمشكلة من المدرسة، ما لاقيش المدرسة مكلماني وفي استدعاء ولي امر. خلي بالك، ده الطبيعي والعادي بتاعنا احنا بقى يعني كأمهات ولكن يعني العادي بقى بتاع الفنانين واولادهم حاجة تانية خالص خالص غيرنا. لا يا جماعة والله، خناقاتهم اصعب بكتير جدا ومشاكلهم اصعب بكتير جدا من حياتنا التافهة دي. عاملين ايه الاول؟ ايه الاخبار؟ والله وحشتوني من الفيديوهات اللي فاتت. قمت من النوم يا ولاد ابص ايه الاحداث اللي حاصله النهارده وايه الترند الجديد اللي نازل. لقيت الدنيا قايمه مش قاعده. قلت يا ساتر استر، يا خلاني بصوا اعيد ترتيب حساباتي في تربيه عيالي. والله العيال ده انا كنت ظلماهم، ده انا هعمل لهم تمثال. عارفين يعني ايه تمثال من الذهب؟ ايه مشكلة يعني ما بينه وما بين صاحبه ولا بتاع، ولا هو قال له كلمة ولا التاني قال له كلمة والموضوع اتلم خلاص. ايه يعني بيتخانقوا على سندوتش ولا مسطرة ولا الهطل اللي انا كنت تعب اعصابي عشانه ده لا لا لا، الموضوع طلع اكبر من كده بكتير. قمت من النوم النهاردة ابص يا جماعة في ايه اللي حصل. الدنيا بقى فيها ايه؟ لقيت ان العيال وصلت لغل وحقد رهيب ما بقى يعني مش موجود عندنا احنا ككبار. ما عرفش الجيل الجديد ايه اللي حاصل والله العظيم. عندهم يعني استعداد ان هم يعملوا جريمة بشكل مبالغ فيه، يعني اكتر بكتير جدا من الكبار. ببص على الترند النهاردة لقيت ابن احمد رزق متصدر الدنيا، متصدر المشهد النهارده في الترند. قلت يبقى اكيد ابوه عامل له مسلسل جديد. ما يا جماعه انتوا عارفين الوسط الفني كله علاقات يعني، وابن الوز لازم يكون عوام، حتى لو مش عوام هو هيخليه عوام مش مهم. فقلت اكيد عامل له مسلسل ولا عامل له فيلم ولا بيتكرم عن حاجة هو لسه ما عملهاش. قلت مش مشكلة، ده كل ده حلو يا جماعة، يعني ابنه مش هيخدم نفسه في ابنه، دي حاجة بسيطة. لقيت ان الموضوع لا ملوش علاقة بالفن خالص. الولد عنده 16 سنة، طفل يا عيني، طفل بريء صغنن ده بالنسبة لنا، ولكن على أرض الواقع هو مش كده خالص. عمر ابن الفنان أحمد رزق، طبعا كلنا سمعنا اسمه قبل كده وشفنا صوره ملعلعة ساعة حادثة العامل بتاع الدليفري، لما كان ابن الفنان واخد العربية ويعني مبسوط حبتين بعربية بابي اللي هو لسه جايبها له، وداخل يا قلب امه من الكومباوند، وتقريبا كان مش شايف قصاده فشال الواد بالموتوسيكل. الولد اللي كان عنده 18 سنة وحيد امه وابوه اللي كان بيصرف عليهم يا عيني من شغل الدليفري طول اليوم، يا عيني الواد مكفي على المكنة رايح جاي من هنا لهنا عشان يرجع لبيتهم ب 100 جنيه ولا حاجة. الواد اتشال من على الارض وقعد في العناية المركزة 55 يوم، والفنان ما سألش في اللي جابوه، ما سألش في علاجه، ما سألش في مصروفاته، يكلموا مدير أعماله ما بيردش الكلام ده كله، وسابوه لغاية ما ربنا توفاه بعد 55 يوم عذاب في المستشفى وفي العناية المركزة. أحمد رزق وابنه ما سألوش. طيب الولد توفى، ايه اللي حصل؟ هنا بقى القانون تدخل. لا بقى، لا الموضوع كبير، ده في عندنا متوفي. راح احمد رزق كلم مدير اعماله قال له روح لهم يا ابني بشنطة الفلوس وكان الله بالسر عليه، وخلينا نساوي الموضوع، كده كده ابنهم راح ومش راجع تاني، فالاولى انهم ياخدوا الفلوس ويظبطوا حياتهم بدل ما هم عايشين تحت 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 خط الفقر. الصفقة تمت على هذا الاساس، والناس قبلوا الدية وتنازلوا عن القضية، وشكرا على كده الولد خرج منها زي الشعرة من العجين بعد دفع الدية لأهل الولد. وهنا في حاجتين يا جماعة لازم نقولهم. هل نلتمس العذر لأهل الولد للفقر الشديد اللي هم فيه والحوجة اللي هم فيها
وان ابنهم خلاص راح ومش راجع تاني، فياخدوا الفلوس يستنفعوا بيها، ولا كان لازم يتمسكوا على موقفهم وياخدوا بطار ابنهم، ويعني يبقى ابنهم اغلى عندهم من الفلوس؟ هنا كل واحد هيحسبها بطريقته، ومفيش مقياس معين او معيار معين نقدر نقول كان المفروض يعملوا كذا او يعملوا كذا. الناس اللي حاسه بظروفهم هيقولوا لك لا، الفلوس اولى، ما هو خلاص راح ومش راجع تاني، يبقى على الاقل الفلوس تعيشهم حياه كريمه لراجل مسن ومراته. وفي ناس تانية تقول لك لا، ابننا اغلى من كنوز الدنيا كلها وما نقبلش فيه مال قارون. بس يمكن اللي هيقول الرأي ده هيكون مستريح ماديا شوية، فمش هيتكلم في الموضوع ده. فهمتوا؟ فهنا مفيش معيار ثابت للموضوع ده، ولكن المعيار الوحيد اللي نقدر نتكلم فيه او نشدد عليه هو ان الولد ده لو كان اخد عقوبة في الجريمة دي ما كانش اتكرر النهاردة تاني وبقى ترند، بس بحادثة جديدة بقى. الجديد اللي عمله عمر ابن احمد رزق، مسك صاحبه اتخانق معاه قصاد مول شهير جدا في 6 اكتوبر، ويقال ان سبب الخناقة كانت ان الولد قال له كلمة ما عجبتوش، لفظ خارج ما عجبوش، او الخناقة كانت على بنت بيتخانقوا عليها هما الاتنين مين فيهم هيشقطها، مع ان الولدين 16 سنة يعني اطفال، بس ما علينا الجيل ده يعني سابق سنه يعني. يقال ان في سببين مختلفين للحادثة، ولكن النتيجة واحدة. ايه هي النتيجة؟ ان ابن احمد رزق مسك صاحبه نزل فيه ترزيع على ودنه لغاية ما خرب له طبلة الودن، يعني جاب له عاهة مستديمة، ثقب في طبلة الأذن، يعني الولد معرض انه ما يسمعش تاني بالودن دي بقيت عمره، عاهة مستديمة. قبل كده قتل الولد، المرة دي لا بصراحة يعني كان متفاهم حبتين، قال لك لا انا هسيب فيه عاهة مستديمة بس ومش هموته. والمفاجأة بقى ان هو يعني ابن احمد رزق طبعا مش هيصاحب مثلا زي ابن عامل الدليفري، لا ده مصاحب ولد طبعا من طبقته، ابن رجل اعمال كبير. وهنا الدنيا تختلف بقى، هنا الدنيا مش هتبقى زي حادثة عامل الدليفري اللي اهله محتاجين الفلوس فهيقولوا الفلوس اولى ونعيش بيها حياة كريمة بدل ما احنا تحت خط الفقر. لا، ده هنا ان الاهل مرتاحين جدا، نفس الطبقة، طبقة رجال الاعمال والفنانين طبعا كريمة المجتمع، فمش محتاجين فلوس احمد رزق من اساسه. ولكن هل هيتم برضو الصلح وهيتم التنازل برضو والولد هيخرج زي المرة اللي فاتت زي الشعرة من العجينة ولا لأ؟ ده اللي هيتحدد في الساعات اللي جاية على حسب الديل اللي احمد رزق برضو هيتوصل له مع رجل الاعمال. هتقولي لي ليه يا رباب بتقولي كده؟ اقول لكم يا جماعة لان المصالح بتتصالح من الاخر كده. ده فنان وليه معارفه وليه دنيته، وممكن يخدم رجل الأعمال ده في مصالح تانية في شغله، وطالما انت زمار وانا طبال يبقى هنتقابل في فرح واحد، فاحتمال يتم الضغط على أهل الولد من ناحية المصالح، والمصالح زي ما قلت لكم بتتصالح. هتقولوا لي على حساب ابنهم، على حساب نفسهم ذات نفسهم، واخدين لي بالكم أهم حاجة الأرصدة في البنوك ما تقلش، وده توقعي أنا الشخصي، الله أعلم إذا كان هيتم ولا مش هيتم. بس نرجع لحادثة مماثلة ونربط الأحداث ببعض، هتوافقوني الرأي. ابن محمد رمضان اللي برضو من كام شهر اتخانق مع عمر زميله، ابن محمد رمضان اسمه علي وزميله اسمه عمر، اتخانقوا مع بعض، وابن الفنان نمبر 1 مسك له لكم له برضو في وشه، والواد وشه ورم، ومامته جت وشافت ابنها بالوضع دون وبلغت الشرطة، والقانون فعلا اخذ مجراه. ومحمد رمضان برضو ما كانش سائل وقال لك مش هيحصل حاجة لابني، ده انا يعني نمبر 1 ودي عيال. وفي الاخر الولد هو اللي تنمر على ابني وقال له يا اسود اللون
يا ابوك فلوسه حرام مش عارف ايه، وقعد يخترع اشاعات غريبه كده للراي العام عشان يبين ان ابنه ما غلطش في حاجه، ده ابنه رد فعل. نرجع قبليها كانت حادثه الطيار اللي مات يا عيني بحسرته بعد ما اتفصل من شغله عشان محمد رمضان عايز صوره جوه كابينه الطياره، فضيع مستقبل الراجل، والراجل اترفد ومات بحسرته وما خدش حاجه. طيب نرجع لحادثه ابن محمد رمضان مع صاحبه ده. صاحبه ده برضو من الطبقه التقيله اللي احنا لسه بنتكلم عليها. ابوه رجل اعمال كبير، مامته مديره شركه اعلانات، فالوضع برضو زبادي في الخلاط كلهم مع بعضهم. ولكن صمموا ان هم ياخدوا حقهم من ابن محمد رمضان. قالوا لك هنا بقى لا، ده ابننا اغلى من كنوز الدنيا كلها. هنا هم بصوا الرأي التاني بقى، مش محتاجين الفلوس. قالوا لك لا، ابننا اغلى من كنوز الدنيا كلها، ولازم ابن محمد رمضان ياخد عقابه على اللي عمله في ابننا، انه ضربه في وشه. فمشوا قانونا، وفعلا القضية اتحكم فيها بإيداع ابن محمد رمضان في دور رعاية. ليه يا جماعة؟ عشان المحكمة رأت انه لازم الولد ده يتعاد تأهيله وتربيته من اول وجديد. مع ان لو هتسألوا الناس كلها هيقول لكم خدوا محمد رمضان وسيبوا الولد. ليه؟ لان التربية بتيجي من الاب، من البيت. الولد مش هيتربى لوحده، فكان لازم الاب هو شخصيا اللي يتربى مش الابن. الاب لو اتربى وربى ابنه وعرف وقال له ان في حاجة اسمها يعني حقوق اخرين، وان الدنيا دي مش دنيا اللي جابونا، وان احنا لازم نحترم الاخرين، وان احنا ما ينفعش نعتدي على الاخرين، وما ينفعش نعمل، والدين بيقول كذا، ومش عارفة صلي واعمل وصوم، كان الابن طلع على نفس النهج بتاع ابوه. لكن ابوه يعني مش فاضلنا هو للكلام ده. الراجل عنده حفلات في امريكا واوروبا والدول العربية، عنده يعني ان هو يلبس الحمالات اللي بيطلع يرقص بيها عريان على المسرح ديا. الراجل مش فاضلنا خالص. كبيره يعمل فيديوهات يورينا الصابون اللي هو الذهب عيار 24، والمعجون الذهب، والقصور، والعربيات، اسطول العربيات الفخمة اللي عنده طبعا، ويستعرض القصر بتاعه والكلام ده. مش فاضلنا الراجل، هو هيفضل يربي ابنه؟ احنا بنهزر. فالمحكمة رأت ان لازم الولد يتاخد من البيئة الفاسدة اللي هو فيها ويتحط في دور رعاية عشان ينشأ تنشئة صالحة، يطلع ولد بيعتمد على نفسه، يعرف ان الحياة مش كلها رفاهية وعيشة قصور ونوادي وسفر وفلوس بالهبل والكلام ده كله. لازم يطلع يعرف ان لا، في مجتمع، في حق مجتمع حواليه. ولكن ابن محمد رمضان يعني، ومحمد رمضان ذات نفسه لما سمع الحكم طبعا كانت صدمة بالنسبة له، وراح لأهل الولد واعتذر لهم، مع ان كان المفروض يحصل ده من الأول، بس هو ما عملش كده إلا لما الحكم ده صدر. راح لأهل الولد وسوى معاهم الديل، ونزل على صفحته صور بتجمعهم كلهم مع بعض، هو وابنه والناس التانية وابنهم، وقال تم الصلح وعلي وعمر اخوات، مفيش الاشاعات اللي انتوا بتقولوها، وخلصنا وتوته توته، خلصت الحدوده على كده. طيب المحكمه اخذت بالكلام دون، راح المحامين قدموا الصلح اللي اتعمل خلاص ومضوا عليه كلهم، وصلح رسمي وتم التسويه رسمي. ولكن كانت المفاجاه ان المحكمه ما وافقتش على الصلح ده، وقالت ان دي جريمة في حق المجتمع، وما ينفعش يبقى فيها الصلح الشخصي كده وخلاص، والتسوية تتم بطريقة شخصية كده والموضوع خلص. لا، ده حق مجتمع، ولازم الولد ده يتحط في دور رعاية عشان ينشأ تنشئة صالحة. وهنا كانت صدمة محمد رمضان الأكبر لتأييد الحكم طبعا. ولكن لسه المحامين في محكمة النقض لسه في استئناف للحكم، هيحاولوا ان هم يا يلغوا الحكم يا يخففوه شويه، ان الولد مثلا يبقى مع ابوه وفي بيت ابوه كل حاجه، ولكن ياخد مثلا يعني
كورسات تنمية بشرية الحاجات دي يعني عشان يغير من سلوكه، يعني تعديل سلوك يعني. بس كده ده اللي عايزين يوصلوا له المحامين بتوع محمد رمضان. نرجع تاني لموضوع ابن احمد رزق. هنا الحادثتين متشابهين في ايه يا جماعة؟ في الطبقة الاجتماعية اللي انا لسه بكلمكم فيها من شوية. الديل هنا تم الصلح، عشان زي ما قلت لكم المصالح بتتصالح يا عم صالح. هنا برضو حادثة ابن احمد رزق نفس الطبقة الاجتماعية بتاعت اهل الولد التاني، مش محتاجين فلوس، ولكن ممكن يتم الصلح لمصالح خاصة ما بينهم، او يتم الضغط من احمد رزق بقى، يكون عارف شوية حاجات كده رجل الاعمال ده بيعملها ولا حاجة، فيقول له ايه نلم الدنيا احسن والدنيا تتساوى. ولكن احنا ما يهمناش الكلام ده كله، احنا يهمنا حاجة واحدة بس. لحد امتى يعني ولاد الفنانين هيفضلوا بالوضع ده؟ ما هم دول قدوة لشبابنا يا جماعة. يعني لما ابني يشوف ان شاب مثلا في سنه عمل جريمة زي دي، مصيبة زي دي، واهله قدروا يلموها سواء بالمصالح او بالفلوس، ابني انا هيبقى حاسس بايه؟ هيبقى حاسس ان هو ملوش ظهر، ملوش نفوذ، ملوش فلوس، حاسس ان يعني هيبقى متهان حرفيا. هنا بقى المشكلة. ما يعنيناش ابن احمد رزق ولا يعنينا ابن محمد رمضان خالص كل واحد بيبكي على ليلاه. والله يعني انا واحده كده عاديه اهو، زي بقيت عامه الشعب. اللي يهمني في الموضوع كله ابني. يعني لو شاف حاجه زي كده هيقول ايه؟ اشمعنى مثلا؟ ولا هيحبط؟ ولا هيحس ان هو يعني درجة تانية في المجتمع، مواطن درجة تانية؟ مش عارفة. بس اللي انا عارفاه ان في الاخر القانون هيطبق طبعا على الجميع. حتة القانون دي كلنا واثقين فيها، وواثقين ان الموضوع لو وصل للمحكمة فالحكم القضائي هيتم بكل شفافية ونزاهة، لا تعقيب على احكام القضاء. زي ابن محمد رمضان ما اتساوى بابن اي حد من الشعب واتحكم عليه بإيداعه في دار رعاية، وده يعني زيه زي أي حد في الدنيا، زي أي حد من الشعب اتعاقب. ولكن حتة بقى المصالح والنفوذ والفلوس والكلام ده حاجة احنا بقى مش هنقدر نتدخل فيها للأسف يعني، وخلقنا الدنيا طبقات. فاحنا بنتمنى ان كل واحد ينال عقابه، بالذات طبقة الفنانين، لأن التركيز عليهم جامد جدا والأضواء طبعا عليهم. فحرام إن دي تطلع صورتنا قصاد العالم، إن الفنانين عندنا أولادهم بيعملوا مصايب سودة وعادي ما بيتحاسبوش. يعني الدنيا بتمشي زبادي في الخلاط معاهم مع الناس التانية وشكرا على كده. حرام تبقى دي صورتنا قصاد العالم، على الرغم من إن فعلا قضاءنا عادل، ولما الموضوع بيوصل لقضية فعلا بياخدوا حكم. لكن فيما قبل ذلك الموضوع بيتساوى للأسف. وأظن شفنا بدرية طلبة اللي طلعت شتمت وقالت الفنانين أسيادكم ما خدتش حاجة يعني، ما حدش قال لها انت فين للأسف. فيفي عبده بتطلع لنا طبعا يعني بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج يعني. فنفسنا يبقى لا، مش دي صورة الفنان المصري يا جماعة. مش كل يوم مصيبة عن فنان شكل وتبقى دي صورتنا قصاد العالم. حرام والله. تقولوا يا جماعة رأيكم في الموضوع، وكلنا محتاجين نعيد بقى حساباتنا كده خلاص بالذات في تربية أولادنا، لأن بصراحة العيال طلعوا ملايكة وإحنا اللي ظلمة في حقهم. والله يعني كفاية ان هم مش بيروحوا النوادي الفخمة دي، كمان نحاسبهم على خناقات تافهة مع زمايلهم دول. حتى لما بيتخانقوا لا بيقتلوا يا عيني ولا بيسببوا عاهة مستديمة، يعني ملايكة. والله ومع ذلك احنا بنحاسبهم على أتفه الغلطات، عشان دي التربية، ده المفروض يعني. ولكن على النقيض احنا شايفين حاجة تانية خالص. ربنا يعافينا يا جماعة ويحفظ ولادنا جميعا. أشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله.